ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنبدأ فيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم عن التمثيل. التمثيل بشكل عام مش متوقف على ان احنا بنشوفه في التلفزيون ناس بتمثل وبتطلع افلام ومسلسلات والكلام ده. لا، هو الموضوع اوسع بكتير، وهتلاقي ناس كتير بتمثل في السوشيال ميديا، بيمثلوا في مسرحيات، وناس بتوصل برضه وناس ما بتوصلش، وناس بتكون موهوبة جدا ومش بيحس بيها في الاخر. عامة بالنسبة لي، انا بدأت في التمثيل المسرحي والكلام ده من قريب. حبيت المجال جدا في وقت قليل فعلا، ودخلت فعلا مسرحيات صغيرة وخدت عليها شهادات وبتاع. لسه بتعلم، كل يوم بتعلم جديد. المجال فعلا واسع جدا، والمجال كويس ومحتاج تدريب. الفيديو ده هتكلم عن ازاي تعرف تمثل من الاول كده. انت قبل ما تبدأ مثلا ورشة تمثيل او تروح للمسرحية او حاجة، اول حاجة اصلا هيكلمك في الورشة عن كتاب اسمه الست دروس الاولى للممثل. هيكلمك بقى عن المعلومات اللي جوه الكتاب دي، زي ان لازم الممثل يكون عنده خيال وتخيل. الخيال والتخيل ده مهم جدا، لازم تتخيل الشخصية وتعيش جواها كأنك انت الشخص نفسه، وتفكر برضه في تاريخ الشخصية السابق اللي هو ازاي بقى. انت تعرف شخصية مثلا بتمثلها، فانت لازم تفكر في ماضي ليها وعاشت ايه ومرت بايه علشان توصل للي هي فيه. سواء كانت شخصية عندها تروما، شخصية كويسة، شخصية وحشة، لازم تفكر باللي هي مرت بيه علشان تعرف اللي هي وصلت بيه بالظبط. تاني حاجة ان انت تفكر في جانب الشخصية، في 3 جوانب للشخصية. الشخصية اول جانب ليها جانب مادي، اللي هو ازاي لابسة، ازاي هدومها، شعرها، شكلها الخارجي عامة. وده سهل، بيبقى بيتعدى عليه في الاخر لو انت في مسرح مثلا. انما اهم جانبين بقى تركز عليهم انت كممثل شخصيا: الجانب الاجتماعي، يعني علاقاتها ماشية ازاي الشخصية، والجانب المعنوي والنفسي بتاعها، هي نفسيا ماشية ازاي، شخصية سوية نفسيا ولا شخصية مريضة ولا شخصية ديكتاتورية، إلى آخره. أنت وخيالك، لأن التمثيل كله عبارة عن خياله في الأول وفي الآخر، مش مجرد سكريبت مكتوب وبنتكلم معاه. تالت حاجة وأهم حاجة برضو موجودة وهتلاقيها جدا في التمثيل المسرحي مطلوبة: الاستلام والتسلم. تستلم ازاي بقى؟ واحد صاحبك اداك كيو مثلا بيمثل معاك، انت المفروض تستلم الكيو على طول وتقوله. هو المفروض يقول الكيو بصوت عالي علشان انت تلاحظ لما هو يقوله بصوت عالي، انت هتلاحظ الكيو وتقول على طول جملتك. انت هتقوله الجملة استلام وتسلم. ليه بقى؟ علشان لو اديته هسة في الكلام، الهسة ان انتوا تسكتوا مثلا، ان انا اقول جملة بعدين اسكت، ده ما ينفعش. لا، المشاهدين هيملوا وهيقوموا من المسرحية ومش هيتفرجوا. ده خاصة في المسرحي، انما السينما عامة مجالات مختلفة يعني واوسع بكتير، وانا برضو معرفش عنها كتير. لو عرفت هتكلم عنها في فيديوهات تانية. تمام. اهم حاجة برضو في التمثيل المسرحي ان انت توازن المسرح. توازن المسرح ازاي؟ ان انتوا مثلا لو 5، مش تقفوا ال5 كتلة واحدة مثلا في اليمين المسرح او شمال المسرح، لا، توزنوا المسرح 2 و2 وشخص في النص، او تقفوا كتلة في النص. وده على حسب المخرج برضه، هو اللي بينظم ده، وعلى حسب الديكور، وبيتظبطوها مع بعض. واحدة من الحاجات المهمة في المسرح ان انت لما توزن المسرح برضه، اهم حاجة متقفش بظهرك، مترجعش بظهرك وانت بتمثل. دي حاجات مهمة جدا انت مش هتركز فيها وانت بتمثل، بس هتتعلم مرة واثنين وثلاثة. في المسرحيات هتتعود ما تمشيش بظهرك ولا ترجع لورا، لا، تطلع لقدام على طول. ولو انت في اخر المسرح، لا، تلف جسمك بقى وترجع تطلع تاني بوشك عادي، انما ما ترجعش بظهرك. الحاجة المهمة برضو ان انت لما تيجي مثلا تحرك ايدك، مش تحرك ايدك دي، انت هتخبي وشك. يعني مثلا انا هجيب موبايل ليا واتكلم كده، لا، ما ينفعش. هتكلم بالموبايل الناحية دي، احرك ايدي الناحية دي، اقول جات لي فكرة، اتكلم كده. تمام. لان ايدي دي هتخبي وشي وساعتها مش هيبان، هيبوظ الكيو والمسرحيه اغلبها يعني. لو كلنا مشينا بنفس النظم دي، هتلاقوا ان انتوا ظبطتوا المسرحيه، ودي اساسيات الناس يعني لسه بياخدوا ويدوا فيها في اول الورشه. وبس، يا رب يكون عجبكم فيديو النهارده. متنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، ويا ريت تعملوا شير للناس اللي ناويه تكمل في المسرح او في التمثيل عامه. وانا هتكلم في الفيديو الجاي عن مكاتب الكاستنج وازاي تخش المسرح وتخش ورش تمثيل ازاي، سواء ان انت في بورسعيد او في القاهره، او توصل ازاي في الحوار ده. هتلاقي ناس كتير بتتكلم في الموضوع، بس مش كلهم مهتمين بيه قوي، لان حرفيا الناس اللي بتبدا جديد بتفقد الشغف بسرعه. وانا لسه داخل جديد في الحوار، بس هو الحوار فعلا غير ان هو ممتع جدا. فلو دخلت في ورشه كويسه مع مخرج كويس، هتحبها وهتكمل فيها دايما. بس